السلام عليكم متابعينا الكرام. علاش الان الاسعار الاورو من المنتظر ترتفع منا الى الاثنين ولا حتى للخميس، يعني نهايه هذا الاسبوع ولا ممكن حتى السمانه اللي تجي بعدها ممكن جدا يرتفع. الان ممكن تبدا تتغير بعض المعطيات وكاين حتى ضمانات والله اعلم، لانه كاين تصريحات جديده من ترامب. وما الدولار والجنيه الاسترليني واش راح يصير للجميع؟ لكل هذه الاسعار هي مجرد توقعات متابعينا ثاني تبقى، لانه في الفتره الاخيره كنا نقولوا كاين توقعات نحو ممكن جدا في الفتره الجايه الانخفاض، ولكن بسبب التطورات في الشرق الاوسط ممكن يتعكس، ولكن ماشي هذاك الارتفاع الضخم. صلوا على النبي وديروا لنا الاعجاب والاشتراك. اولا متابعينا، قبل ما اعطيكم الاسعار شحال دارت في المساء، صراحه من المنتظر السمانه هذه المتابعين يبدا يرتفع شويه الاورو، خاصه بعد الاثنين. لانه لما علاش بعد الاثنين ولا حتى بعد الخميس؟ لانه شفنا ترامب منذ قليل خرج بتصريح مهم جدا. كل مره كان يخرج ويقول راح يدير تسويه واتفاق ويمضي به مع الايرانيين، كان يقول باللي ما يحددش موعد، ولكن المره هذه قال ممكن جدا حتى قبل الاثنين ولا قبل نهايه هذا الاسبوع. لو كان المتابعين بالفعل يمضوا هذاك الاتفاق مع الايرانيين، اعرف باللي صراحه راح يتغير سعر النفط، سعر الغاز، سعر الذهب، سعر الدولار. ولكن البعض راح يتغيروا تغير، والاورو ثاني البعض راح يتغيروا تغير كبير والبعض تغيرات طفيفه، كما مثلا في الجزائر حكايه السكوار الاورو راح يتغير تغير طفيف نحو الارتفاع، مثلا يبدا يطلع لك بال 5000 بال 10000، يطلع لك غير بشويه صعود بطيء. اما اللي يقول لك يقفز مباشره غير نساها. كذلك متابعينا لو كان ما يديروش هذاك الاتفاق ويرجع الصدام بيناتهم وينهار كل شيء، عارف بلي راح ينخفض. لهذا صراحه ما نقدروش نهزوا على هذيك التصريحات 100%. انتظروا منا الاثنين ولا في الساعات الجايه، اذا كان حدث اي تطور رانا باذن الله نوفيكم به. اما حاليا 100 جنيه استرليني راهم يشروا فيها 3 ملايين و70 والبيع 3 ملايين و100. 100 دولار يشريوها 2 ملايين و300، 100 دولار يشريوها 2 ملايين و350 والبيع 2 ملايين و370. و100 اورو اللي راكم في الغربه ولا في الجزائر 100 اورو راهم يشريو فيها 2 ملايين و760 والبيع 2 ملايين و780.